آله وصحبه أجمعين. عملت الفيديو أنا امبارح، كنت عامل فيديو امبارح على موضوع الاسطوانة والديسك، فكان الراجل كان بيسألني لأن هو كان عايز هو معاه العربية الموديل 2018، فهو كان بيسألني ياباني ولا تايلاندي، فأنا كنت بقول له التايلاندي. ليه بقول له ليه التايلاندي؟ لازم نعرف الموضوع ايه. فلقيت عم سمير من مدينه المنصوره محافظه الدقهليه، لقيته بيقول لي ازاي ان انت تقول التايلاندي احسن من الياباني. طبعا حبيت ان انا يعني نوضح النهارده كلنا كده ونتعلم مع بعضينا كلنا، نشوف ايه هو الياباني في ايه الاصلي والتايلاندي في ايه الاصلي. طيب من العربيه الدبابه من اول 90 لحد 2005 دي ياباني، متفقين على كده، وتبتدي من اول 2006 بقت العربيه تايلاندي. فالاصل بتاع العربيه ال 2006 لحد 2023 تايلاندي. يبقى انت لازم النهارده تحط لها الايه قطع الغيار التايلاندي، ده الصانع، ده اللي صنع العربيه اللي بيقول كده، مش انا اللي بقول كده. قال الاسطوانه تركب الياباني والديسك يركب، بس مش هيبقى بكفاءه التايلاندي. لكن انت ممكن الاسطوانه والديسك الياباني تركب مع العربيه الدبابه اللي هي من اول موديل 1990 لحد 2005. عشان كده انا هشرح لعم سمير. انا فوجئت ان عم سمير يعني اعتقد قطع غيار توك توك، فاحنا لازم طبعا ايه نعرفه يعني ونعرف كلنا. اولا هنقول من اول 1990 لحد 2005 المساعدين، دي المساعدين الخلفي، تمام كده، للايه للعربيه الدبابه. هنقول الاساس بتاعها ياباني، الاصل بتاعها ياباني، تمام كده اهي. لما هنيجي نقول كده اعتقد بانت ياباني. دي خلفي ياباني دبابه من اول 90 لحد 2005، تمام كده اهي باينه، يعتبر باينه كده دلوقتي. وناخد الخلفي بتاع الديمكس، تمام، الاصل بتاعه تايلاندي. هنجيب بس هي دي مقطوعه هنا يعني، ودي برضو ايه يعني، لا دي سليم اهي، الاصل بتاعه تايلاندي خلفي. تمام، متشافه. بانت اهي ميد ان تايلاند، تمام كده خلاص. يبقى احنا المساعدين اهي واحده من اول 90 لحد 2005، ومن اول 2006 لحد 2023 في الياباني. طيب هنيجي نقول على الكركه، دي كركه بتاع الدبابه من اول 90 لحد 2005 ياباني. اتاكد بس، عايزين نشوفها، ابص لك عليها حضرتك. تمام اهي ماشي ياباني اهي. نعمل كده اهي، دي الكركه اهي، دي الاصل. لدرجه ان هم ساعات لما بيحبوا ان هم يقلدوا الكراتين بيكتبوا عليها ياباني، ما يقدرش يكتب عليها تايلاندي. في حاجات تايلاندي بس الاصل بتاع دي ايه؟ ياباني. ده الاصل بتاعها اهي، كركه، كركه الجاز، ماشي اهي. خلاص كده تمام كده. احنا عم سمير ماشيين كده احنا واحده واحده مع بعضينا عشان برضو نعرف، ولو في اي غلط والله التعليقات يعني حد يردنا ومش مشكله، دي احنا بنتعلم، لان انا تملي ببقى ايه حابب بتعلم من الصناعيه اللي احنا بنصور معاها وكده. خلاص الكركه، خلاص الكركه. طيب ناخد الكركه بتاعت الديمكس، اصلها ايه؟ تايلاندي اعتقد باينه مش كده؟ اصلها ايه؟ اصلها تايلاندي، كركه الديمكس اهي. يعني حاجه
من اول 2006 الكركه دي لحد 2013، لان ال 14 بقت حشوه فيها كركه بس حشوه مش زي دي. تمام كده. خلاص يا عم سمير، يبقى احنا عرفنا الدبابه ياباني، عرفنا الديمكس تايلاندي، او يعني الدبابه اللي هي المحلي تايلاندي. نيجي للسير يا عم سمير. ادي السير اصله اهو. الاصلي تايلاندي يا عم سمير. لو بقى في حاجات تانية، بقى في انواع تانية. وعلى فكره الاصلي ما بيبقاش مشرشر. في ناس كتير تبقى متخيله ان الاصل مشرشر. الاصلي مش مشرشر، الاصلي سير ساده. تمام كده زي ما اتفقنا. عفوا. طب نيجي بقى لجلبه المقصات. جلب المقص دي علوي، دي اصلي ديمكس من اول 2006 لحد 2023. اصل ديمكس يا عم سمير والناسنا كلها. اصلي تايلاندي، الاصلي بتاع الديمكس تايلاندي. تمام. طب نيجي ناخد دي بقى اللي هي الدبابه من اول 90 لحد 2005. هي بتبقى الشكل ده، بيبقى الكيس كده شكله كده، وده اهي ياباني، الاصلي بتاعها ياباني. كل حاجه وليها حاجه يا عم سمير. الاصلي بتاعها ياباني. يبقى احنا قلنا احنا يعني جبنا كل الحاجات اهو. المساعدين، الكركه، تمام، مساعدين على الكركه، على جلب المقصات، على السير، كل الكلام ده كله احنا يا عم سمير شرحناه. ولو في اي حاجه حد يردنا يعني. انت اولا من مدينه المنصوره، المدينه اللي فيها اساس قطع الغيار، المدينه اللي احنا بنتعلم منهم هم وميت غمر والسنبلاوين، كل عب الدقهليه ده احنا بنتعلم منه قطع الغيار، وبنسالهم وبيجاوبونا، ويعني حاجات كتيره يعني، وانت في اساس الشغلانه. تمام يا عم سمير. ادي اللي احنا الشرح بتاعنا. يبقى احنا قلنا الدليل على كده كمان ايه كمان في الاسطوانه يا عم سمير، عشان ارجع لك تاني. الاسطوانه الياباني ارخص من الاسطوانه التايلاندي. تعمل لا ارخصها ب 200 جنيه. تخيل، 200 جنيه و250 جنيه كمان. يا ريت لو انت شفت الفيديو ده واستفدت ارجوك تشيره.